الجزء الأول من تنظيفات رمضان. قولولي بقى بدأتوها ولا لسه؟ ولو بدأتوها وصلتوا لحد فين عشان نشجع بعض. كل يوم بعمل حاجة على قد ما أقدر الصراحة. وأول حاجة عملتها في يومي بدأت كده بكوباية النسكافيه عشان أفوق كده وأشوف المعركة اللي ورايا. وبعد كده بقى إيه أشوف أنا هبتدي إزاي. بس أنا كل اللي فكرت فيه إن أنا أبتدي بأكتر حاجة كانت مضايقاني هي كراسي السفرة عشان فاتحة كده بيبان عليها الوساخة. بس مش بقول لكم ما تعملوش الكراسي او العفش بتاعكم فاتح، بالعكس اعملوه فاتح بيدي شياكة جدا وجميل جدا. وحتى لما بيتطرى ما بيبانش عليه غير بعد فترة. وكمان الخلطة اللي انا عملتها دي كانت تحفة تحفة تحفة. شالت لي البقع من غير اي مجهود خالص. هي يعتبر الخلطة دي وحطيت فيها حتى من غير ليفة. هي فوطة ميكرو فايبر بتاعت المطبخ بس تبقى نظيفة. ما تستخدميش فوطة يعني انت مستخدماها في المطبخ، لا فوطة نظيفة كده وتحطيها في الخلطة وتبتدي انك انت تمسحي. بتطلع الوساخة والبقع بكل سهولة. بصوا الفرق اساسا البقع بتطلع ازاي. لو عايزين انزل لكم الخلطة دي اكتبوا لي في الكومنت وهنزلها لكم على طول. وخلصت الكراسي بقى ورحت شلت السجادة اللي انا بجد كنت يعني نفسي ان انا اغسلها. هي السجادة بتاعت الركنة. شلتها ورحت بقى منضفاها. والحمد لله غسلتها كده وحطيتها ان هي تنشف. اكون كده خلصت اول حاجة في تنظيفات رمضان. لو لسه ما بدأتوش الفيديو ده هيشجعكم. واستنوني في الجزء التاني. سلام.